السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى كده هعمل لكم شويه مسقعه كده من غير لحمه، مسقعه البلدي بتاعه اجدادنا. البتنجان طبعا انا غسلاه ومنشفاه علشان ما يشربش منك زيت. ومقطعاه زي ما انتم شايفين كده، ده حوالي كيلو وربع من البتنجان. ومعانا فلفل رومي طبعا برضو مقطعاه، وطبعا زي الفل ومغسول وزي الفل. وفلفل بقى ايه حراق كده. معانا كمان ده توم وطماطم مقطعاها قطع صغيرة. تمام. هنعمل احلى مسقعة هتاكليها بصي على الفطار وعلى العشاء، حاجة كده ما شاء الله جميلة جدا. المقلاية اهي. هنعمل ايه بقى؟ هنسخن الزيت شوية، ودي معانا صينية عشان هنطلع من المقلاية على الصينية. خلاص، صلوا بينا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وتابعيني كده لنهاية الفيديو، فيديو بسيط وسهل، وهتعملي احلى مسقعة بلدي كده من بتاعة اجدادنا، حاجة كده عظمة ما شاء الله. حطي بقى اللايك واعملي سبسكرايب للقناة، وخليكي معايا لنهاية الفيديو. هنبدأ ننزل بالبتنجان بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين. زي ما قلت لكم ده مقدار كيلو وربع من البتنجان، النهارده جايباه من السوق، كيلو وربع ب10 جنيه، ارخص حاجه في السوق يعني. وجايبه برضو معاه حوالي ايه يعني نص فلفل كده، بس انا الصراحه ما خدتش نص الفلفل كله، يعني سبت شويه منه. قلت اللي انا عاملاه ده كفايه على الايه الربع، الكيلو وربع بتنجان. خلاص. هنقليه بقى زي ما انتوا شايفين كده، بس خلي بالك وانت بتقلي علشان الزيت ما يطرطش عليكي، عشان لسعة الزيت ما شاء الله حلوة يعني. انا واحدة من الناس بحب السع نفسي يعني على طول، دايما وانا بقلي البتنجان ده لازم اتلسع. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا حطيت كمان الفلفل على نار متوسطة، بلاش نار عالية علشان ما يتحرقش منك، على نار متوسطة. وهو كده كده اول لما بيبدأ اللي هو ياخد اللون بتاعه، بيبدأ ايه بيتبان، يعني البتنجانية بتبان، بتبدأي تقلبي كده بالراحة. ماشي. لغاية لما ايه كله ما شاء الله كده ايه يبقى مستوي كده معاكي واخد اللون بتاعه. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. والله بصوا بقى، المسقعه دي ما شاء الله يعني بتحطيها على الفطار مع شويه بقى فول وفلافل كده، وبرضه على العشاء برضه على فكره. يعني لو عملتي في اكله كده انا بعملها اسمها تفليته، ما اعرفش انتم مسميينها ايه. التفليته دي بعمل مسقعه زي ما انتم شايفين، مثلا مع شويه مثلا فول بطماطم مع بطاطس مكموره. لو مثلا عندك ممكن نعمل مثلا نشوي بتنجانه مثلا ونعملها سلطه بابا غنوج. يعني بتبقى دي اسمها تفليته برضو. ايه المسقعه دي بتبقى طبق اساسي فيها. فهي ما شاء الله يعني اي بيت مصري كده من اي يعني عظيم كده، من هم الناس البلدي كده اللي عيشتهم كده بسيطه، بيبقى متواجد فيها المسقعه دي. خلاص هنشيل بقى ايه زي ما انا قلت لكم كده. اهي هي بدات ما شاء الله اخدت اللي هو الايه اللون يعني الحلو بتاعها. ماشي. صلوا على سيدنا محمد، وما تنسيش وانت بتتفرجي على الفيديو تحطي لايك وتعملي سبسكرايب للقناة، وفعلي زر الجرس يا ست الكل عشان يوصلك كل جديد. ماشي يا حبايبي. طبعا الكمية ما شاء الله حلوة. ف يعني ايه هنقلي بقى الايه البتنجان بتاعنا كله بنفس الطريقة اللي انا بعملها دي. طريقه سهله وبسيطه يعني ما فيهاش يعني افتكاسه خالص. اهي بصوا ما شاء الله مش شارب زيت ولا منزل زيت زي ما بتشوفوا انتوا يعني، لا الزيت ما شاء الله ما فيش خالص. زي ما قلت لكم اهم حاجه انك تغسليه كويس وتنشفيه كويس جدا جدا بفوطه نظيفه، وهو مش هيشرب معاكي زيت. يلا بينا، خليكم معايا لنهايه الفيديو عشان اوريكم بصوا حبايبي الكمية اهي معايا كلها كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، بنفس الزيت اللي احنا كنا بنقلي فيه، مش هنرميه طبعا. هنكون مجهزين طبعا الطماطم اللي احنا مقطعينها، هننزل بيها كده ونعمل قلبان زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنحط الثوم،
وفي البهارات بقى بتاعتنا ملح، فلفل، كمون، وشطه. تمام. هنقلبها بقى ايه البهارات بتاعتنا مع الثوم مع الطماطم كده. خلاص يا حبايبي، جربوا بقى المسقعه بالطريقه بتاعتي دي، والله خطيره خطيره، هتعجبكم جدا. طريقه سهله وبسيطه، وطريقه كده ايه بلدي كده بتاعتنا، ولا بقى ولا لحمه ولا كلام من ده خالص. خلاص هنحط بقى الايه الخل، ندي بقى ايه الطشه بتاعتنا الخل بقى لازم. ماشي. بعد بقى ما حطينا الخل بتاعنا، هندي بس تقليبه كده للطماطم، ونبدأ بقى اللي احنا ننزل بيها على الايه على البتنجان بتاعنا. بصوا ما شاء الله، صلوا على سيدنا محمد كده، ومتنسيش تحطي اللايك. طريقة سهلة جدا وبسيطة، ما فيهاش والله اي افتكاسة، اي بنوتة ولا اي ست بيت شاطرة تقدر تعملها. يا رب كده يكون الفيديو عجبكم. طريقة جميلة. وحطي بقى ايه، جهزي بقى شوية فول وفلافل كده معاها، وعيش بقى سخن كده، وشوية بقى شاي كده، وتاكلي احلى مسقعة. يا رب كده يكون الفيديو عجبكم، فيديو بسيط وسهل. حطي اللايك واعملي سبسكرايب للقناة.